اهم سر من اسرار البسبوسه. يلا بينا اقول لكم على سر البسبوسه الحلوه الناجحه. اولا نحضر الشربات. هنحط كوبايتين سكر عليهم كوبايتين وربع ميه، والعصير نص ليمونه. واول ما السكر يبدا يقعد ونشيله كده ينزل خيط، نحط عليه كيس فانيلا ونص معلقه صغيره سمنه. البسبوسه بتبقى عايزه الشربات بتاعها سخن، يعني البسبوسه تبقى طالعه من الفرن سخنه والشربات يتحط عليها سخن. عشان ايه؟ تفضل محافظه كده على نفسها والتماسك بتاعها. يلا بقى على طريقة البسبوسة واقول لكم على التريك بتاعتي والسر بتاعي. هنحتاج معلقتين كبار سمنة، هنحط عليهم نص كوباية سكر وهي على النار، والسمنة بتقدح هحط عليها السكر واقلبهم. وبعدين اروح حاطة السميد واروح قافلة على النار تحتيهم. احط السميد وفانيلا، ولو عايزين تحطوا جوز هند حطوا جوز هند مع الخطوة دي. نبس بقى كل المكونات دي مع بعضها، وبعد كده اروح حاطه نص كوبايه لبن واقلبهم لغايه اما تدينا عجينه بالشكل ده. قوامها بيبقى بالشكل ده. نحط المكسرات وبعدين في فرن سخن على درجة حرارة 180 هنسيبها تقعد جوه حوالي 35 دقيقة لغاية اما تحمر من تحت ومن فوق. بعدين هنطلعها وهي سخنة خالص، العسل لسه متولع عليه النار. نروح صبنا، شايفين كله سخن ازاي؟ بس ونسيبها حوالي نص ساعة بس تبرد. واللي طبعا بيحبها سخنة يقدمها على طول. وهي دي اصل البسبوسه بقى اللي بتاكلوها من بره، اللي محرمشه كده من الحروف ومن جوه طريه وبتدوب في البق. ما تنسوش بقى تقولي ايه رايكم فيها لما تجربوها، وما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب.